سلام، نتمنى تكونوا على خير. مرحبا بكم في قناتي. انا اليوم جيت نحضر معكم واحد الكيك سهل ومهل وبمكونات متوفره في كل بيت وغير بجوج بيضات. هي لاله كنتما كتشوفوا كيفاش كيجي طالع ومفشوش، وخليكم معايا في الفيديو باش ندوزو المقادير وفي نفس الوقت طريقه التحضير. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا جوج بيضات حطيتهم في واحد البول، وعندنا هنا قبيصه الملحه، ساشيه ديال السكر فانيلا، وكنضربو بالخلاط الكهربائي بالباتور داك البيض والملحه والفاني حتى كيطلع يعني حتى كيولينا يعني حتى كيتخلطوا العناصر مع بعضياتهم. وكنديروا هنايا كاس مع مرشي ديال السكر، كنخلطوا جميع العناصر مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا. من بعد ما خلط جميع العناصر غادي نزيد هنايا، غتشوفوا معايا هنايا غنزيد نص كاس ديال زيت النباتيه، نصف كاس دائما بالعبار الكاس الانبه. كيف ما كتشوفوا انا عندي هنايا الماء غليان، يكون ما كيغلي في قلبو تعملوه في كاس العنبه، وغنضيفوا له معلقه ديال قهوه سريعه الذوبان. انا عملت هنايا معلقه كبيره، ومن بعد زدت عليها معلقه ديال النكهه ديال القهوه راه كتباع في محلات الحلويات. من بعد انا هنايا مع التطريب وانا هنايا كنطرب بالباتور، وكنزيد داك قهوه سريعه الذوبان شويه بشويه، حيت هو قلت لكم كان الماء غاليان بزاف باش ما يطيبليش البيض. كنبقى نزيدوه شويه بشويه كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو انا مع التطريب المستمر. من بعد كنضيف هنا الساشيه ديال الكاكاو المر، كنخلطوها حتى هي بالطراب الكهربائي بالباتور. ودابا غادي ندوزو المرحله ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق هنايا كيف ما كتشوفوا معايا كنبقى نزيد شويه بشويه. هنا الدقيق ديجا عندي مغربل وكنخلط بالباتور على درجه منخفضه. من بعد غادي نزيد هنايا 2 اكياس من خميره الحلويات. كيف ما كتشوفوا معايا ضروري ما نغربلهم باش داك الخميره ما تجيش شي حبيبات هيدايا في الكيك ملي يطيب. هنا كنضيفوا الكأس الثاني ديال الدقيق، وفي هذه الاثناء انا عندي الفران مشعل كيسخن. كيف ما كتشوفوا هنا باقي ناقصه خصها الدقيق. زدت هنايا قول نص كاس ديال الدقيق حتى هو، يعني عندنا هنا دخلنا المجموع 2 كيسان ونص ديال العنبه ديال الدقيق صافي. وكنخلطوا جميع العناصر مع بعضياتو. بطبيعه الحال ديجا خصو يكون عندك واحد المول مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق. وكيف ما قلت لكم قبيلاتي راه انايا شعلت الفران كيسخن. هانتوما كتشوفوا القوام ديال الخليط ديالي كنبداو نهزو بسباتي كنكتبوا به رقم 8. هنايا كنقولوا بان الخليط صافي ما نزيدوش الطحين. من بعد كنكبوا في المول اللي عندي ديجا مدهون بالزبده او مرشوش بالدقيق صافي. ودابا غادي ندخلها لنا الفران طيب. وهنايا من بعد ما دخلت الكيك ديالي كيطيب غنصاغه بواحد صوص ديال الشوكولا. درت هنا واحد الكميه ديال الشوكولاط كحال، عليه 2 معالق كبيرين ديال الحليب فوق البوطه حتى دابو. من بعد ما وجدت لي الكيك ديالي وبردت حيدتها حطيتها في واحد الطبسيل. هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي طالعه، يعني كتجي طالعه وفي نفس الوقت كتجي يعني هشيشه مفشوشه. من بعد كنثقبها بواحد الكيوردون بهذه الطريقه هيدايا كيف ما كتشوفوا. وكيف ما قلت لكم قبيلاتي راه غير 2 بيضات. ومن بعد كنضيفوا عليها داك الصوص ديال الشوكولاط اللي عدلت معاكم. يعني هاد الكيكه كتجي اقتصاديه وسهله مهله، يعني ب2 بيضات وبهاد المكونات اللي وريتك راه هي بيت كيكون فيه هاد المكونات هادو. المهم كنستمروا هيدا كنكبوا داك الصوص ديال الشوكولاط اللي حضرت معاكم، وفي نفس الوقت يعني داك الصوص هذاك الكيك كتشرب داك الصوص. من بعد هنايا جبت اللوز افيلي من بعد ما حمرته هيدايا واحد شويه في المقله. كنبدا نرشو على الوجه الكيك ديالي. وتزيين كيبقى اختياري نتوما اللي عندكم في الدار. تو عندكم بيبي شوكولا، عندكم شوكولا فيرميسيل، عندكم كاوكاو كونكاسي، عندكم اللوز كونكاسي اللي عندكم كتزينوا به.
صافي من بعد ما زينتها غادي نحطها نخليها تبرد في الثلاجه. نتوما كتشوفوا كتجي طالعه كتشهي وبنينه حتى في المذاق. وهذا هو الشكل النهائي للكيك ديالي من بعد ما بردت. انا هنا غادي نقطع معكم واحد الطريف تشوفوا كيفاش كتجي طالعه ومفشوشه وبنينه، وعرفتي كيجي فيها واحد اللوغو ديال الشوكولاته والقهوه. بالنسبه للناس اللي عشاق القهوه راه غادي تعجبهم، وحتى الشوكولات كتجي فيه واحد النكهه مزيونه بزاف، يعني دونك كتجي بحال البراوني، بحال كتاكلوا براوني. يعني نتوما كتشوفوا وانا نوريكم الهشاشه ديالها بالفرشيطه كيفاش كتجي. نقطع معكم تشوفوا. هانتوما شفتوا الهشاشه كتجي والمذاق كيجي بنين. نتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو. الى فيديو قادم ان شاء الله، وبالصحه والراحه.